يا ربي. وبعدين بقى يا مجدي انا طهقت من العيشه دي اللي تقرف. وانا بس هعمل لك ايه يا حبيبتي؟ اديني على رأي المثل عامل زي الطور اللي بيدور الساقية، عينيه متغمية وعمال يدور زي النحلة. هي الدنيا دي يا حبيبتي بقى فيها راحة ابدا؟ لكن انت المفروض انك راجل اتخلقت للتعب والشقة، وانا واحده ست اتخلقت عشان استريح واتمتع بالدنيا واحس بجمالها، مش اصبح من الفجر ولا على الوابور واعمل شاي واجهز الفطور وبعدين انزل اركب الترماي واوصل للشغل وتستلمي البوسطة وتأيديها وتسركي الصادر والوارد وتقدمي الأوراق للعرض على سيادة المدير. وإيه كمان؟ هادي انت عارف. يا سلام. وأنا بقى قاعد على القهوة وحاطط رجل على رجل وعمال أشرب دي كازوزة ودي قهوة ودي شيشة انت بتتريق عليا يا مجدي؟ مش عاجبك كلامي؟ لا العفو، لا إيه العفو الكبير يا ست وفاء. أنا لا سمح الله أقدر. المهم فضنا بقى من الكلام ده. إيه ونفضنا ليه؟ وإحنا ورانا حاجة؟ هو الكلام ده بطال؟ ما هو عال اهو وزي الزفت. انت زعلت يا حبيبي؟ لا ابدا ابدا، ايه بالعكس، ده انا حتى مش عارف مبسوط ليه النهارده قوي. لكن انت مكشر يا حبيبي. لا يا ست ما تاخديش في بالك، لا. انت لازم تعبان يا مجدي، انت اشتغلت كتير النهارده. لا ابدا ابدا، مفيش غير 3 قضايا جنح اترفعت فيهم وجنايه كده بسيطه. ايه، قتل؟ لا مخدرات. يا ساتر، وايه كمان؟ وخدي عندك كمان يا ستي محضر بوليس محترم يا خبر، ايه ده كله؟ امال بتقول انك ما اشتغلتش ازاي؟ اعمل لك ايه يا ست هانم؟ اعمل لك ايه اذا كنت جايه تشتكي لي من ركوب الترماي مرتين في اليوم، مره الصبح ومره الساعه 2، وثلاث 4 جوابات بتسركيهم وورقتين للعرض على سياده المدير. لكن انا بتعب في الشغل يا مجدي. يا ستي هو في حد في الدنيا ما بيتعبش من الشغل؟ امال هم سموه شغل ليه؟ انا عارفه. عشان متعب. عشان متعب يا ست هانم. عندنا الاحكام يا ستي بيقسموها نوعين، احكام عاديه واحكام مع الشغل. ايوه، لكن الشغل في السجن غير الشغل بره. ايوه لكن النتيجه واحده، اهو كله شغل كله تعب. الدنيا كده ما فيهاش راحه ابدا. لكن انا بتعب من الشغل يا مجدي، وانت عارف ان كلها اسبوع بالكتير ويبقى عندنا طفل، هنعمل ايه بقى معاه؟ ولا تزعلي يا ستي، وقتها يحلها ربنا. يعني هيرزقنا بالعيل ومعاه خدامته؟ يا ست هانم، لما يرزقنا ربنا بالعيل نبقى احنا نجيب له خدامه. طب وايه المانع اننا نجيب الخدامه من دلوقتي؟ يعني يا ست هانم انا مقصر في حاجه؟ ما انا مكلم 60 واحد على خدامه. عم رضوان البواب موصيه بقالي 3 اشهر، ام نعيمه الغساله موصيها بقالي سنه، لوس تسليم السباك ما فتش عليه مره الا لما وصيته. لكن توصيتك ما جابتش نتيجه يا مجدي. يبقى ايه اللي في ايدي بقى عشان اعمله؟ اضرب الارض تطلع بطيخ؟ لا، تعمل زي كل الناس ما بتعمل. بيعملوا ايه الناس يا ست وفاء؟ يقدموا طلب لنقابه الخدامين. اديني مقدم طلب من 6 اشهر. ياه، 6 اشهر ولسه ما ردوش عليك؟ يردوا عليا ازاي اذا كان طلبي واخد نمره 15601؟ 15,000 و601 ده ولا سنتين على ما يوصلونا. ده ان وصلوا. ده انا لسه الجمعه اللي فاتت سائل بالتليفون لقيتهم وصلوا للطلب رقم 309. يعني شوفي بقى لسه قدامنا طابور قد ايه. اسمع يا مجدي، انا عندي فكره. ايه؟ الحقيني. نعمل اعلان في الجورنال. اعلان في الجورنال؟ ايوه. والله هي فكره، بس هنقول ايه فيه؟ انت عارفه ان نقابه الخدامين شديده، والخدامه اللي تتظبط متلبسه بالعمل بدون اذن النقابه بيحولوها على النيابه عدل. عارفه، لكن احنا نقدر نتحايل على النقطه دي. ازاي؟ نكتب الاعلان بالشكل ده. مطلوب سكرتيرة. الثقافة غير ضرورية. يستحسن في من تتقدم أن تكون ملمة بالشؤون المطبخ والأعمال المنزلية. خابروا ميم عين ميم تليفون. هلو، منزل ميم عين ميم. ايوه يا ستي، منزل ميم عين ميم. مين اللي بيتكلم؟ انا ام سيد، ام سيد الاسكندرانيه. وبتتكلمي منين؟ من اسكندريه؟ لا، بتكلم من بيتي. ويلزم اي خدمه؟ ايوه، انا عايزه اشوف اذا كان ممكن اوافق اني اشتغل عندكم. اتفضلي يا فندم، طلباتك. الشقه بتاعتكم كم اوضه؟
3 أوض. وعندكم كم عيل؟ عيل واحد عمره يومين. وطبعا عندكم غسالة بالكهرباء وطباخة بالكهرباء ومكنسة بالكهرباء. لا والله لحد دلوقتي ما عندناش. أفندم، وعاوزني أشتغل عندكم؟ يا فندم حضرتك اللي طلبت المكالمة. وما تختشيش على دمك يا أستاذ. الله الله تعمل الله الله. إعلان في الجرايد. والله يا فندم أنا آسف. بلا أسف بلا قرف. أسياد ما عندهمش ذوق، ما عندهمش مفهومية. لا حول الله يا رب. ايه خير يا مجدي؟ اياك تكون لقيت حضرتها عايزة غسالة بالكهرباء وطباخة بالكهرباء ومكنسة بالكهرباء. يبقى فاضل ايه بقى؟ فاضل جهاز يعمل القهوة والشاي بالكهرباء ويقدمه للضيوف برضه بالكهرباء. والخدامة امال تعمل ايه بقى؟ تولع الجهاز وتطفيه. طب ولزومه ايه؟ ما يعملوا جهاز يولع الجهاز التاني بالكهرباء ويطفيه برضه بالكهرباء. حقه اهو ده اللي ناقص. الو مين يا فندم؟ مش مهم. انت مين؟ انا مجدي سلامة المحامي. كويس. محامي ايه بقى ان شاء الله؟ يا فندم انا محامي امام المحاكم الاهلية والشرعية ايوه يعني محامي جزئي ولا استئناف ولا نقض ولا ابرام ولا محامي امام المحاكم الابتدائية يا فندم. يعني مش متقيد في محاكم النقض؟ لا والله يا فندم ما اكدبش عليك، لسه قدامي 7 سنين عشان اتقيد في النقض. وعايز حضرتك خدامة؟ ايوه يا فندم. ما عطلكش. وبعدين يا اخواتي بقى. ايه يا مجدي؟ مفيش حد راضي يقبل الشغل عندنا ابدا. اللي عايزه مكنسه بالكهرباء واللي عايزنا اتقيد في النقض واللي عايزه اوضه بسرير ودلاب وكومودين وقرف. طب شوف مين اللي طالبك. لا خلاص مفيش داعي. الله، امال كنا عاملين الاعلان في الجرايد ليه؟ يا ستي خلاص ما تتعبيش نفسك، مفيش فايده. يا اما هيطلع لنا واحد رزل يقعد يقطم فينا نص ساعه، يا اما هتكون خدامه انزوحه هتفضل تتريق علينا. على كيفك يا سي مجدي، اقوم انا ارد على التليفون. الو، مين يا فندم؟ أيوة أنا السكرتيرة. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. اوامر سيادتك؟ والله أنا مبدئيا أحب أعرف. تعرفي ايه يا فندم؟ أولا انتوا ايه ومين وكام وفين؟ والله يا فندم احنا ناس على قد حالنا، لكن اعتقد اننا هنعجبك لما تعرفينا. وساكنين في شقة 3 اوض ومفيش غيري انا وجوزي وايه رأيك؟ والله مبدئيا أنا ما عنديش مانع. اديني العنوان من فضلك. ايوه يا ستي العنوان 3 شارع الدكتور سامي بالزمالك، شقة 13 بعد محطة البنزين على طول. وحضرتك هتشرفي امتى؟ بالكتير 10 دقايق، مسافة التاكسي ما يوصلني. ها؟ طيب يا اللي بتضرب الجرس، طيب دي طيب يا فندم. مش دي شقة ميم عين ميم إلخ؟ ايوه يا ست هانم، شقة ميم عين ميم إلخ. طيب وحضرتك؟ ميم عين ميم إلخ. طب اوعى كده. اوعى ازاي؟ الله لا، c'est impossible, je ne pourrais pas travailler comme ça, impossible. يا نهار مين اسود. يا مجدي؟ مش عارف، الظاهر واحدة من السواح غلطت وجات هنا فاكرانا الهرم. نو أنا السكرتير. اوه نو. يس. يا اهلا وسهلا تشرفنا يا فندم، خطوة عزيزة والله. اتفضلي. طيب وسع السكة من فضلك. يا سلام، بس كده يا فندم، على العين والراس. يا اهلا وسهلا ميم بزيادة أهلا وسهلا، مرة واحدة كفاية. برضه واجب. مفيش مانع يا فندم، مفيش مانع. هي دي الشقة بتاعتكم؟ تقريبا يا فندم. يعني ايه تقريبا؟ كلمة واحدة، هي ولا مش هي؟ هي يا فندم هي. شيء جميل. الحمد لله. ومين الست اللي ردت عليا في التليفون دي يا فندم، دي وفاء. ووفاء دي تطلع ايه؟ دي يا هانم تطلع مراتي. غريبة دي. ايه هو اللي غريبة؟ دي ما عندهاش اي فكرة عن ادب التحدث مع السكرتيرات. معلش يا فندم،
شويه شويه تتعلم اصلها. الله، وايه ده كمان؟ ده والله ده ابني. ابني الصغير اصله لا مؤاخذه بيعيط.